اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. ويلا خدوا اعدادكم لان احنا عندنا سفر طويل جدا النهارده. احنا النهارده في اكبر محافظات مصر من حيث المساحه والثالثه على مستوى افريقيا واقل كثافه سكان. احنا النهارده في الجنوب الغربي لمصر بالصحراء الغربيه. يا ترى عرفتوا احنا فين ولا لسه؟ أكيد لسه، ولو عرفتوا كملوا معايا عشان تعرفوا التاريخ بيقول إيه. مساحة محافظتنا 440,098 كيلو متر مربع، يعني حوالي 44% من إجمالي مساحة مصر. 5 مدن، 5 مراكز، 46 وحدة محلية. عدد سكانها 270,113 نسمة بس. عرفت محافظتنا منذ القدم وكانت بتسمى الواحة العظمى، وكانت بتشغل منخفضة كبيرة في الصحراء وعاصمتها هيبس، واللي اشتقت منه كلمة هبت وبتعني المحرث. بينما كانت تسمى الواحات الداخلية باسم داس داس، أي اقطع اقطع، وده لقطع الأرض وشقها للزراعة. وعرفت الفرافرة باسم تاح احت، أي أرض البقرة. ويبقى أنا كده حلت لكم المحافظة، فاضل بس تكتبوا اسمها في الكومنتات. ولو عايزين تعرفوا باقي التاريخ استنوا معايا لنهاية الفيديو. بتوضح الآثار والحفريات بأن عاش في المنطقة إنسان في عصور ما قبل التاريخ، أي بالأكثر من 5000 سنة قبل الميلاد. في العصور المصرية القديمة كانت محافظتنا بتمثل أهمية قصوى لكونها خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية القديمة لتعرضها لهجومات النوبيين من الجنوب والليبيين من الغرب. كان المصريين القدماء بيهتمون بهدوء المنطقة واستقرارها، وبتظهر آثار في عدة مناطق. عندما غزا قمبيز الفارسي مصر سنة 525 قبل الميلاد وأهان معبودها الإله آمون، واختفاء جيشه المكون من 5000 مقاتل في بحر الرمال العظيم، جاء من بعده دارا الأول الذي حاول على إرضاء المصريين حتى يتمركز حكمه ويكسب ثقة الكهنة الإله آمون، فقام بنقش وترميم بعض المعابد ومنها معبد هابيس. أما في عصر البطالمة فكان ليهم دور كبير في ازدهار الزراعة في محافظتنا واستغلال اقتصادياتها. وعندما بدأ اضطهاد الرومان للأقباط المسيحيين فر الكثير منهم إلى محافظتنا بعقيدتهم ودينهم واستقروا بها واشتغلوا بالزراعة. وجاء دور الرومان في استغلال محافظتنا بأنهم شقوا بها القنوات لاستغلالها في الزراعات الكبيرة، وازدهرت التجارة عن طريق ضرب الأربعين الموصل بين مصر والسودان، وكان شريانا تجاريا هاما. كانت محافظتنا بتسمى قديما باسم محافظة الجنوب، وظلت على هذا الاسم طول فترة الملكية في مصر. أما عن سبب تسمية محافظتنا باسمها الحالي فبيرجع إلى إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1958 عن بدء في إنشاء وادي موازي لوادي النيل يخترق الصحراء الغربية لتعميرها وزراعتها على مياه العيون والآبار، بهدف تخفيف التكدس السكاني عن وادي النيل. في 3 أكتوبر من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وهو اليوم اللي بيمثل وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح في محافظتنا في 3 أكتوبر سنة 1959. أما عن أهم المعالم السياحية والأثرية اللي موجودة في محافظتنا فهنلاقي إن محافظتنا بتتمتع بمقومات متعددة للسياحة، ومنها المواقع الأثرية اللي بترجع لعصور زمنية مختلفة. فهنلاقي من أهم المعالم السياحية والأثرية اللي موجودة في محافظتنا معبد هابيس، والمعبد ده أهمية خاصة فهو بيمثل عصور تاريخية مختلفة، بيمثل عصور مصرية قديمة وفارسية وبطليمية ورومانية. فبيرجع تاريخ المعبد إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، شيد لعبادة الثالوث المقدس آمون وبوت وخنسو. بدأ بناء أوريس وأتم بناءه أحمس الثاني. ولكن هنلاقي إن معظم أبنية المعبد تمت في عهد الفرس في عهد الملك دارا الأول سنة 522 قبل الميلاد، ونقش الجزء الأمامي للمعبد في عهد الملك نختربو سنة 350 قبل الميلاد. هنلاقي إن المعبد بيبدأ من الشرق بالبحيرة المقدسة، ثم المرسى، ثم البوابة الرومانية اللي بتحمل نقوشا يونانيا تم نقشها في عهد الإمبراطور الجلبة سنة 69. جبالة البابوات، والسبب في تسميتها هو طرازها المعماري على شكل قبوات، بيرجع تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثاني إلى السابع الميلادي، بتضم 263 قبوة على هيئة كنائس صغيرة. كمان من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا معبد الغويطة،
وهو معبد بيرجع تاريخه إلى الأسرة ال27. وهنلاقي نقوش على المعبد لبطليموس بيرتدي تاج الوجه القبلي. كمان من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا معبد دوش، واللي بيرجع تاريخه إلى عصر الأباطرة الرومان ترجان وهدريان، وهو معبد لعبادة الإله سرابيس إله الرومان. معبد قصر الزيات هو معبد تم بناؤه لعبادة الإله أمون-هبت، وبيعود تاريخه إلى عصر البطالمة. طبعا ده غير قصر مصطفى الكاشف ومتحف الآثار. ويبقى أنا كده عملت اللي عليا وقلت لكم تاريخ محافظتي. انتوا بقى تكتبوا لي اسمها في الكومنتات. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟